هانتوما خوتي تسمعوا هاد البودكاست ونناقشوا هاد الفكرة هادي اللي تيدول. واخا في الأول هانتوما في الأول غيبدا يعطي داكشي هو هذا داكشي لوجيك داكشي كما تنقولو حقيقي واقع. شوية غيبدا يدخل في شي حوايج اللي هما لا علاقة. هانتوما اسمعوا. المجتمعات المقهورة، المجتمعات اللي كتبنى السلطوية كلايف ستايل. كيكون عندنا بوليسي، قبل ما يكون بوليسي كان ضريف ولا بوليسي ولا تيغوت على المواطن. انسان بخير كيولي اب كيبدا يحقر على ولده، كيتزوج كيبدا يغوت على، كيكون مزيان. ديما اللي كتزادو شويه السلطه كيعفط على اللي تحت منه. هذيك نلاحظوها بنادم كيكون مزيان كيولي استاذ كيبدا يعفط على التلاميذ. التلميذ كيكون مزيان فوق يسمح حيت حقر عليه استاذ كيخرج كيضرب موشه. هذا المجتمعات بهكذا شكل هي واحد المجتمعات تعيد انتاج السلطويه. علاش؟ حيت الانسان فاش هذا النوع بادية الديفو إلا ما حضيتيش مع هاد النوع هذا تيغرس لك شي أفكار اللي هما في الأول عطات بوليسي تيتنول الشعب تيولي بوليسي يعفط على بنادم شوية ودازلك للأب. شوف الأب زعما فاش يتزوج تيولي حاضر على مرتو وعلى ولادو تيغسل شي طية تيغسل شي أفكار إلا ما حضيتيش معاهم وكنتي كما تنقولو طابابل وتاين غتبقى غادي معاه. في الاول تيعطيك فكره اللي هي حقيقيه وفكره اللي هي معقوله شويه تيدخلك واحد الفكره واحده اخرى ما تفهمها منين جات ولكن وديت الهضره باش تيقولها تمشي معاه في الخط تدور راه عنده الصح ولكن هي لا. في الاول تيكون عنده الصح شويه تبدا يرصد شي افكار. هانتوما نكملوا الفيديو غتفهمتو مزيان هاد اللعيبه هادي. المجتمعات المواطنين فيها كيعتبروا الفساد فساد اذا ما شاركوش فيه. اذا ما شاركوش هذه الفكره هما هكذا مجتمعات ما كيقدروش يدويو مع الفساد، ما كيقدروش يدويو مع السياسه، ما كيقدروش يدويو مع شحال من حاجه فوق منهم. فكيحاولوا ديك الانرجي ديال الكره تجاه الكائن الفوقي، انا كنسميها كائن الفوقي، كيصرفوه بطريقه اوغيزون. فكيتصرف في المرأة، كيتصرف في الدراري الصغار، كيتصرف في اي واحد هاجم شي حاجه اللي كيسميوها التوابيت. علاش؟ باش يقنعوا راسهم بلي حتى هما راه عندهم سلطه، عندهم بحال قلتي صبع في هاد الفساد. زعما ماشي انا ماشي محقور علينا، راه حنا حاقرين. فهمتي؟ هذا هو الخطر تسكن تسدو شي حاجه اللي هي فريويه صاحبي ولكن شويه تدخل بواحد الطريقه واحده اخرى لواحد الجهه واحده اخرى. كيفاش تهاجم الثوابت ديال الدين وتما راه عرفت انت اللي غلط. شنو غلط راه تحمل الغلط ديالك اصاحبي. كيفاش تهاجم الثوابت ديال الدين تهاجم الاسلام بغيتي بنادم ما يحبسش عند حدك ولا كيفاش انت غلط راه اوتوماتيكمون راه اجاب شي بعدا. هادشي اللي بغيت نفهم اجاب اذا كنت عندك السلطه تعفط على اللي تحت منك. هادي متفقين فيها هادي توطي اللي هي زويونه وكاينه بالمعقول. هذا هو الواقع. واجب ان تهاجم ثوابت الدين ويهاجموك زعما لا تهاجمتي ثوابت ديال الدين. اجاب هذه النقطه هذه لا هذه النقطه هذه. هذا اللي بغيت نعرفها انايا اش دخل شي في شي. هذا باش تلك الافكار ديالو سامه الا ما حضيتيش معاه تيغرس شي افكار. في الاول تيعطيك شي حوايج اللي هما ناضين وحوايج اللي هما كيوت وتيعبروا على الشعب المغربي وتيعبروا شويه وتيدخلك بواحد الفكره اللي هي بصفه بطريقه اون ديريكت فهمتيني بطريقه غير مباشره اللي هي تبدل لك الفكر الافكار ديالك وتيبان لي هذا انسان يعني ماشي واعي ولا متخلف ولا جاهل. لا انسان واعي ولكن واحد الوعي اللي هو سام. واحد الوعي اللي هو غادي ياثر عليك انت كمسلم.
هذا هو اللي كيبان لي انا في هاد الدراري هذا بصراحه. وهادشي ما هادشي اللي كاين، ومن بعد جايين فيديوهات ان شاء الله، وتهلاو في راسكم، تنحبكم بزاف، وما تنساوش لايك ومتابعه. تهلاو.